اهلا بيكم في قناه اجمد كوره. فيديو ناري وقوي جدا من داخل الاتحاد المصري لكره القدم. مرتضى منصور خرج من الاتحاد واستلم الكارنيهات ويزف اخبار سار جمهور نادي الزمالك قبل مباراه الترجي. اسمع معايا الفيديو للاخر، ارزع اللايك الجميل واعمل شير في كل مكان واشترك في القناه لسه ما اشتركش، ونسمع كلام مرتضى منصور الناري القوي اللي هيفرح كل الزملكاويه باخبار قويه جدا، اخبار جميله هتعجب الزملكاويه باذن الله. واسمعوا مرتضى منصور يا جماعه للاخر ونلقاكم بعد الفيديو. كان لا مش عارف الحاصل الاتحاد، لا مش عارف ايه، كل ده يا جماعه كلام فارغ. انت ليك حق اللي هو ايه، انك تعيد الولاد تاخد الكارنيهات خلاص، تاخدهم بقى بالادب، تاخدهم بالقانون، تاخدهم بالمحكمه، تاخدهم بلجنه تظلمات، تاخدهم باي تمام. الحمد لله ربنا وفقنا وايدنا الولاد وادي الكارنيهات اهي. الاولاني احمد سعيد بالحاج اهو، ده هو اللي جيت كده، ده كارنيه وده كارنيه. مبروك يا احمد. الثاني ناصر منسي دسوقي يا احمد، كارنيه. ودي اسمه صورته. وادي الثالث اهو، محمود محمد طاهر شبانه. طيب انا جيت ليه بنفسي النهارده؟ لان كان في بعض الحاجات صغيره يعني كده جدا يعني بتتعلق برسوم القيد والشيك اللي احنا جبناه، وهل هو ليه رصيد ولا مالوش. الناس اتاكدوا طبعا بالتليفون من البنك. انا جيت قلت لهم اسالوا البنك عشان المواضيع تخلص يعني بسهوله. طلبوا البنك استاذ وليد عطار، استاذ محمد المستشار محمد مشطب، بشكرهم جدا طبعا، وبرده الاستاذ محمد ابو الوفا حظه ان انا كل ما اجي الاقيه، بس المره دي خير الحمد لله. واستلمنا الكارنيهات والعيال مسافرين، طلعوا في الوزير حطوهم في القرار الوزاري ومسافرين بكره ان شاء الله باذن الله ان شاء الله على تونس، ربنا يوفقهم. انا بس عايز اقول رساله للجماهير، من فضلكم كل واحد ليه دور. هذه المأمورية اللي كانت صعبة جدا جدا انهاها امير مرتضى وكان معاه الولاد الشبان دول. تعالى يا ابني، كل واحد ياخد حقه. ده احمد ابراهيم شو العاملين بتاع النادي، وده احمد ابراهيم بتاع المالي، وده انت اسمك عمر السعيد. عمر، وانت عمر. انت خالك الحاج محمد يا ابني؟ خال الحاج محمد. تمام. الواحد يقول لك هو مش عارف ان خال يعني خلاص يعني كل واحد في النادي عارف. انا بشكر امير طبعا لان هو اللي قاد هذه المعركه الدبلوماسيه الهاديه جدا جدا لما انا فوضته ينهي هذا الموضوع، ومع احمد ابراهيم واحمد ابراهيم وعمر. تمام. والحمد لله انتهت الازمه، انتهت مش عايز يبقى ليها ديول بقى. روح ارفع قضيه مش عارف فين، اعمل ايه، خلاص احنا ما بنحبش الخيانه. اذا جنحوا للسلم فجنح. احنا استلمنا كارنيهاتنا وده كان المطلوب. تمام. ما تعرفش الخير فين. هتقول لي في ماتشين ثلاثه ممكن لاعب من دول كان لعب وجاله يعني لا قدر الله صليبي ما كانش لمس الكره تاني. خلاص احنا بنحمد ربنا وبنشكر رقم واحد، احنا خدنا حقنا. ويمكن اللجنه قالت انه ده كان حق الزمالك من الاول، انا شفت تصريحات هذا الشان يعني، وانه لسبب غير مفهوم الكارنيهات بقى ما تعيدوش. احنا اصحاب حق وخليك ورا حقك، ده درس انك اقف ورا حقك. احنا رحنا المحكمه، اولا بعتنا لفيفا، ده كان طريق. اثنين رحنا محكمه القضاء الاداري عشان القرار اللي هو سلبي بتاع سيد وزير الشباب والرياضه، وبعدين لجأنا لجنه شؤون اللاعبين وبعد كده لجنه التظلمات. بالظبط كده، لجنه شؤون اللاعبين وبعدين لجنه التظلمات لغايه ما طلع قرار بقيد الولاد. هي كده القصه خلصت بقى. نركز بقى في المباريات اللي جايه، وربنا كرمنا بثلاث لاعبين على مستوى مع اللاعبين القدام، ولا نقعد نتخانق. اللي عايز يتخانق بقى يروح يتخانق. وعايز اقول بس ملحوظه، لما كنت بتخانق هو في ايه يا استاذ مرتضى؟ هو انت مش عايز تهمد؟ كان 24 ساعه لما هديت المره دي واتحلت بطريقه وديه هاديه. تمام. هو انت مش عايز ترفع قضيه ليه؟ لا انا اكسر الشباك خلاص. هتقول لي افتح الشباك واقفل الشباك، انا مش فاضيلي، هروح ماسك الشباك ده مدغدغه
جمهور روح الملعب، شجع فريقك على الصفحات. انا قلت قبل كده بقول تاني، الجمهور اللي بيروح المدرجات فوق دماغنا، بس ما اداش جمهور الزمالك، ما هو مش جمهور الزمالك 5000، لا في جمهور الزمالك ملايين، تاني ملايين في العالم كله. فجمهور الزمالك يا محترم، العيال اللي قالت ادابها ومش عارف يقيد اللعيبه وتلاقيه راح يتخانق معاهم ومش عارف عمل ايه، كل ده طلع هريف هريف هريف، ولا ليه قيمه ولا ليه لازمه ولا حل. يعني كل قله الادب دي اللي اتعمل، هو ازاي مش عارف يقيد اللعيبه وعامل نفسه مش عارف ايه. في النهايه الحق انتصر بالصبر والهدوء، والماتشين 3 اللي فاتوا لسه الدوري قدامنا كتير عشان ما حدش يتحجج، ولسه افريقيا عندك الماتشين بتوع الترجي باذن الله، ربنا يكرم العيال رايح وجاي باذن الله ب6 بونت، وعندك بونت ان شاء الله 7، وعندك بقى الماتش بتاع المريخ هنا ادي ربنا يكرمك خدت 10 بونت عديت. الدوري لا يعني مع احترامي طبعا النادي الاهلي اللي هو جنبنا دلوقتي، ماتش اسوان مش فيصل، يعني مش هو المقياس، الدوري لسه طويل. الاهلي فريق كبير وعنده لعيبه على اعلى مستوى ومدرب محترم، بس عايزين نقول لا تحبطوا، لسه المشوار طويل جدا جدا. واحنا خسرنا في الدور الاول دي 15 بونت، عوضهم الدور ده واكسب كل مبارياتك، هتلاقي نفسك بتنافس تاني على الدوري. مش عايز اشكر حد غير ربنا سبحانه وتعالى، انا بشكر بس امير وكما احمد مرتضى قبل ما يسافر وخاضوا هذه المعركه مع الشبان ال3 دول لغايه مش معركه يعني كانت معركه قانونيه لغايه الحمد لله، ودي الكلمات اهو، وافرح يا جماهير الزمالك. وانا دلوقتي هجيب الولاد هناك عشان اهنيهم واسلم كلياتهم، ومسافرين بكره ان شاء الله تونس. ادعوا بس ان احنا ربنا يكرمنا جمهور حقيقي، اما الجمهور اللي مش حقيقي مزيف اللي هو مش جمهور اصلا، اللي هو متزملك اللي هو بيقبض تمام، هيقعد يدعي من النهارده وبكره وبعده يا رب يخسروا يا رب يخسروا يا رب. ليه؟ عشان عايز يشتم. طب هيشتم ليه؟ عشان يقبض. يقبض من مين؟ من العتال، ويقبض من ممدوح عباس واحمد سليمان وهاني شكري وعبد الله جورج ومين تاني، اللي هي مجموعه اللي وحسين لبيب طبعا الراجل ما شاء الله دلوقتي عامل لجان، يعني كل طلع منه في الموضوع اللي جه فيه دون. كانك كنت مأجر شقه مفروشه اسبوعين وانطردت منها تمام، كل اللي طلعنا منه يا حسين يا لبيب اللجان اللي انت عاملها عشان تقل ادبها علينا. خلاص انت ما تعرفش احنا ما نمناش، كنا بنروح مجلس الدوله 3 جلسات ورا بعض تقريبا مع الاتحاد مع كل الناس لغايه الحمد لله عاد الحق الى الزمالك. اللجان تحترم نفسها، الصفحتين القاذرتين اللي انا لما عاوز باخدهم بمسح بيهم وارميهم في التواليت تمام، خلاص بقى انت كشفت خليت ادبكم يبقى في كفايه. وفي دلوقتي بلاغ عشان قفل الصفحتين دول، مش عشان بينتقدوا، عشان بيشتموا ويقل ادبهم، عشان بيقبضوا ويقل ادبهم. والصفحتين معروفين، المختلط والطليان ده ولا زفت الطين، هم الصفحتين دول اللي في منتهى السفاله ومأجورين ومرتشين. اما عقد اسمه مصطفى شلبي اللي كاتبه بخط ايده اهو المدير المالي، انا جبته له العقد المزور. لا المزور لا، اللي احنا كاتبينه عند حضرتك في المكتب ده اللي ولا توقيعنا كمان، وانا مش عارف توقيعي مش توقيعي، انا قبل ما اتكلم جبته لان هو كاتبه بخط ايده. انت يا ابني قال لي ولا ليه علاقه بخط، فبقول له مصطفى شلبي ما تزعلش، لسه هنشوف لجان شغاله من هنا ومن هنا ومن هنا خلاص، وانا مقدر زعلك، لان افرض انت مثلا مستلف فلوس من اخواتك تمام، هيقولوا لك ما انت واخد 500,000 دولار، عملوا الكلام الفارغ ده. يا عائله مصطفى العقد ده مزور، وبشكر اللعيبه انهم صابرين، بس احنا عندنا مشكله اللي احنا قعدنا فيها شويه هنا. المشكله ايه؟ ان جميع حسابات النادي محجوز عليها، مش عارفين لا ندخل جنيه ولا نطلع جنيه تمام. طب الحل ايه؟ الحل بعد ما عملنا جواب رسمي للسيد وزير الماليه ان الدين دايما الدوله ضرائب وتامينات يبقى مقدم على اي دين، من فضلك. نعم دين ممتاز، خد الفلوس. ممدوح عباس راح عمل خناقه مع الضرايب، بقت خناقه بين ممدوح عباس والدوله اللي هي ضرايب، والبنك مصر واقف الموضوع، لا عايز يرفع الحجز تمام ولا عايز يدي الضرايب الفلوس، ودي محتاجه تدخل السيد وزير العدل المحترم، من فضلك اتدخل، لانه السيد قاضي التنفيذ ما عرفش راح له الورقه تاني ليه؟ احنا النادي المدين قلنا ال 70 مليون دول وديهم اللي ياخدهم الضرايب، جواب رسمي ونكلم انا السيد وزير الماليه تمام. ممدوح بس راح داخل قال لك لا دي فلوسي، بيتخانق مع مين بقى المره دي؟ مع الدوله ومع مصلحه الضرايب
تمام. فيا معالي الوزير من فضلك عايزين فلوس اللي في البنك بنك مصر حوالي 70 مليون جنيه محجوز عليهم يروحوا لمصلحه الضرائب. هو كان معالي الوزير طالب 10 مليون ونقسط الباقي، قلت له 70 مليون اهو. فمش ممكن يا جماعه لا عارفين ندخل فلوس ولا عارفين نخرج فلوس لسبب بسيط جدا اللي عمله ممدوح عباس. يعني اللي عمله ممدوح عباس. فانا اتمنى ان شاء الله باذن الله سيد وزير العدل يحل هذه المشكله ويامر او يدي تعليمات للبنك ان الفلوس تروح لمصلحه الضرائب اللي هي دين للدوله. وعلى فكره المديونيه دي كلها ما كانتش مديونيه انا مجلسي، دي مديونيه ممدوح عباس، وده الكلام اللي في الورق الرسمي، ومديونيه حسين لبيب لما جه لقينا 197 مليون تقريبا في الفتره اللي قعدها ضرائب. انا بقول لجمهور الزمالك افرح بقى مش على طول انت حزنان القصه خلصت ترفع قضيه. يا جماعه عايزين نركز تاني مع احترامي لكل الجمهور والرسائل اللي عماله تجيلي على التليفون. المشكله خلصت بلا ذيول وعايزين نبدا صفحه جديده. شكرا. الرحمن الرحيم. يمكن لسه جاي من اتحاد الكوره دلوقتي وعمل فيديو هناك. واول حاجه انا ببارك لناصر، ببارك لاحمد، ببارك لشبانه. احنا طبعا 22 يوم او 23 يوم في مشكله كبيره جدا جدا، لكن في النهايه الحمد لله اتحلت. هتشوفوا الفيديو اللي قبليه على طول. يمكن في النهايه يا كابتن اسامه اتفضل.